اليوم وصفه نتاع الكراميل اللي هي سهله في التحضير ولذيذه بزاف. جربوها وصدقوني غادي تعجبكم بزاف. السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ وفنون مع جميل. هنايا ان شاء الله اليوم اختاريت نقدم لكم الكراميل، لانه الكراميل كنحتاجوه في عده وصفات. من المقادير اللي غادي نحتاج لها، غادي نحتاج هنايا 180 غرام ديال السكر، هنايا حبيبات. طلبت مني واحد الاخت كوكو هواريه، غادي هذا النهار ان شاء الله نقدم لكم المقادير بالكيسان. دونك بحال هذا الكاس عندي، يعني كاس عامر بحال هذا ديال السكر. عندي القشده الطريه 110 غرام، يعني 110 مليلتر. الكاس يعني ما كاملش. قطع نتاع الزبده 90 غرام، يعني واحد جوج معالق كبار ديال الزبده اللي مقطعه قطع صغيره، وانا خرجتها من قبل واحد الساعه. 1 غرام فاصله 5 حتى ل2 غرامات، معلقه صغيره ما معمراش. بديت كنسخن الكاسروله ديالنا اللي غادي نضيف لها السكر، وغادي نخليها مره نحرك، وغادي نخليها حتى تبدا تذوب، وغادي نحركها كما تشوفوا. السكر هو بدا يذوب معنا، غادي نخليوه. كي بدا الكراميل يذوب، كريمه سائله هنايا في الكاسرونه في الاناء، ونخليوها باش تسخن. من بعد الكراميل ديالو على النار، ونضيف له القشده على 3 ديال المرات، لانه غادي دير واحد ما خصناش نضيفوه مره واحده. غادي في هذا الاثناء غادي نحرك هكا. هذه المره الاولى، هذه المره الثانيه. يعني كنحركوه بعيد على النار، ماشي راه فوق النار وحنا نحركوه. غادي نضيف قطع نتاع الزبده المقطعه على 3 حصص ولا 4، نضيفهم غير بلاتي. نضيف الملح، نوضعو فوق النار واحد بضعه دقائق يطبخ، يعني غادي يدير واحد الفقاعات، نخليه يطبخ واحد المده ديال دقيقه ما كاملاش. دونك هنا غادي نزولوه فوق النار. فاش يدير هاد الفقاعات نخليوه يطبخ واحد المده نتاع دقيقه. غادي يعني نوضعوه هنايا في واحد الانيه، غادي نخليوه يبرد في المطبخ حتى نخليوه يبرد واحد المده ديال ساعه. كما تشوفوا غادي يجي معنا هكا سائل. كي نخليوه يبرد واحد الساعه، من بعد عاد ندخلوه للثلاجه، نخليه واحد 2 سوايع ونستعملوه. الكراميل بعد ما خرجناه من الثلاجه غادي يكون بهذا الشكل. انا خرجته واحد شويه من قبل باش يسهل عليا انني نوضعه في واحد الاناء بحال هكا. في الثلاجه ونخليوه حتى نستعملوه. نتمنى ان الوصفه عجبتكم، نتمنى انني توفقت فيها. ما تنساوش انكم تخليوا لي التعليقات ديالكم، ما تنساوش كذلك انكم تقسموها مع الاصدقاء ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.